السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هعمل لكم اكله حلوه قوي وسهله جدا وجميله جدا وهتعجب ولادكم قوي قوي قوي. طبعا الواحد في الشتاء البرد التلج ده بيبقى محتاج حاجه تديله طاقه وتخليه تديله باور كده وتخليه دفيان. مش باور يتحرك، باور في الدفع. لان احنا كلنا فعلا بردانين، كله قاعد في بيت كمشان، معرفش ايه البرد اللي مش عاوز يخلص ويخلصنا بقى والصيف يجي، لان فعلا احنا تعبنا. انا قاعده من الصبح عامله كده اهوت ومتلجه وعمال البس في شربات في رجلي، ما قلعتش الشراب الا عشان اخش اتوضى واصلي العشاء. فقلت ايه، اصلي وبعدين اصور لكم بقى الاكله الحلوه دي، عشان ايه احنا كمان نتعشى بيها. فقلت بقى اشارككم فيها واوريها لكم هي ايه. بصي يا ستي، النهارده يعني جالي كده طريقه الحواوشي اللي هو بالفراخ البانيه. انك انت بتجيبي بدل ما تجيبي اللحمه بتجيبي فراخ ايه، بتجيبي الصدور البانيه وبتفرميها زي اللحمه المفرومه كده. وبعدين بصراحه الفضل لبنتي، هي اللي قالت لي على الوصفه ديت. انا بصراحه ما عملتهاش قبل كده، دي اول مره اعملها، بس هي عملتها وقالت لي جميله جدا 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 يا ماما جربيها. فالفضل ليها صراحه يرجع لها. فانا لما بصراحه جيت وانا بعمل مكوناتها وبجمع مكوناتها لقيتها لطيفه قوي وكل حاجه فيها حلوه. يعني جبنه موتزاريلا، الفراخ، صدور الفراخ، التوابل بتاعتها كمان جميله جدا، البصل المفروم، الزبده، الزيت، الفلفل الالوان. فلقيت كل حاجه فيها حلوه، فقلت طب خلاص والله لا انا مجربها. طبعا انا بجيب من عند الفرن العيش اللي مش مستوي. اللي مش مستوي يعني هو مش وخلاص ملناش دعوه، هو ايه اللي قبل ما يستوي بشويه بخلي الراجل يعمله لي كده، بيبقى يعني ايه النضج بتاعه ما بيبقاش على الاخر، علشان خاطر لما احطه في الفرن ما ينشفش ويبقى ايه مش حلو. فانا طبعا بخليه بيعملوا لي حجم ايه، بس هو صغره شويه فده او بصراحه هو دلوقتي هو ده رغيف العيش بتاعنا دلوقتي حضرتك. بصوا يعني ده كان عندي من الاول رغيف اكبر، فبص ده ابنه، يعني ده ابن ده. فانا قلت والله نطلع اوريكم رغيف العيش وصل لحد فين. هو ده رغيف العيش اللي بنجيبه من الفرن اهو، بصوا ده اكبر من ده. فقلت انا ايه هعمل من ده وهعمل من ده ونشوف. دلوقتي انا ايه هقول لكم المكونات بتاعتها، بس لما اقطع الفلفل الالوان دوت، عشان هي بصراحه قالت لي قطعي الفلفل الالوان قطع صغننه جدا، ما تخلوش ايه يعني ظاهر قوي. بس انا بقى يعني مش هقطعه زي ما هي قالت صغير قوي، لا ليه عادي. اولا احنا بنحب الفلفل الالوان في الاكل لانه مسكر بيدي طعم حلو في الاكل. فانا هقطع كميه حلوه كده وبعدين اوريكم بقى المقادير بتاعتها بتتكون من ايه. كمان وانت بتعمليها هتحبيها قوي، هتحبي تعمليها لانها سهله وبسيطه وحاجاتها يعني هتلاقيها كلها في بيتك في الثلاجه. طبعا اللي ما عندوش بقى يعني يحاول ايه ممكن يستغني عن حاجه، ممكن تستغني عن الجبنه الموتزاريلا، تعملي بس الفراخ الصدور البانيه دي تفرميها اي كميه عندك، والتوابل والبصل والفلفل عندك طبعا في البيت. ممكن تستغني عن الزبده وتحطي سمنه. يعني الوحده برضك ايه يعني تعمل بطريقتها والموجود عندها، ما تصعبش الامور على نفسها. الحاجات دي كلها سهله وبسيطه نعملها وبرضه هتطلع حلوه. كفايه ان انت تحطي ايدك فيها ونفسك فيها هتبصي تلاقي كل حاجه طلعت حلوه من ايديكي. اعملي بقى ايه اي كميه انت عايزاها يعني هو انت ممكن تكتريها بالبصل، يعني انت اللحمه يعني كميه اللحمه او صدور الفراخ اللي بتفرميها مش لازم تبقى كتير، يعني ممكن نص كيلو، كيلو الا ربع كيلو بالكتير، بتضاعفي الكميه بالبصل والفلفل بيديله طعم حلو.
انا هنا قطعت نص فلفلايه، بصوا الفلفلايه حجمها كبير فانا اخدت ايه نصها بس، وده نص، وده فلفل حامي بقى حطيت قرن واحد عشان ايه، انا حاطه شطه سوداني انا اللي بعملها بنفسي في البيت، فايه حاميه جدا جدا، فيبقى فلفل وشطه حرام يعني، كفايه سخونيه الحواوشي نفسه بيبقى صعب قوي يعني، حامي جدا. طبعا انا غاسله ايدي ونظيفه، كل حاجه ما شاء الله نظيفه علشان اعمل الاكل، فانا لازم دايما ايدي تبقى نظيفه. بصوا بقى دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم اهي، ادي صدور الفراخ المفرومه حطيتها هنا اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. عليها طبعا كميه من البصل زي ما انت عايزه، هتحطي 4 5 6 زي ما انت عايزه البصل حطيه اهو اهو. هتحطي بقى هنا التوابل، ايه التوابل بقى بتاعتنا الحلوه دي؟ دي شطه طبعا كلكم عارفينها، ده توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، كمون، قرفه، ملح، الحاجات دي كلها مع بعض بتديها ريحه وطعم تحفه. طبعا انتوا عارفين التوابل ما تتوصاش يعني، بتظبط اي اكله. بسم الله الرحمن الرحيم اهو تمام. ايه تاني؟ هنحط الفلفل اللي احنا قطعناه، بسم الله، الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر، بس ما لقيتش اصفر بقى فجبت ايه الاخضر والاحمر اهو. نص معلقه زيت او معلقه زيت عشان انا بحتاج الزيت دوت، على معلقتين زبده، انا سيحتهم نص تسيحه كده، يعني حطيت زبده لسه حطيت فيها اهي نص تسيحه كده عشان تدي طعم حلو وطعم جميل للحواوشي. انا هخلي حبه ممكن نحتاجهم من ايه من بره كده. ودلوقتي نخلط بقى كله مع بعضه، بسم الله الرحمن الرحيم. انا بصراحه ايه على طول بعمل الحواوشي اللحمه، واعمل كميات واحط في الفريزر، وقت ما اولادي يحبوا ياكلوا حواوشي بيبقى جاهز، يعني انا بلفه بورق الفويل وبحطه ايه واحد واحد في التلاجة كده بورق الفويل، لما اولادي بيحتاجوا ياكلوا منه بطلع اشغل الفرن، او ممكن تسويه على فكره على البوتاجاز، تحطي طاسه فاضيه سخنيها وحطي وافضلي قلبيها وانتي واقفه قلبي فيه، هتبص تلاقي على فكره الفراخ بتستوي في منت الا منت، يعني في ثانيه تلاقي الفراخ استوت جدا في ثانيه. فخدي بالك يعني، انا طبعا ايه انا هعمله لكم بس مش هسويه، يعني مش هسويه دلوقتي، هسويه طبعا لما ابني حبيب قلبي يجي ونبتدي بقى ايه هنتعشى، فنسويه عشان يبقى سخن ونطلعه بقى سخن. بنعمل بقى سلطه جنبه، بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بقى بصوا انا بعمل ايه بقى في الرغيف ده، علشان خاطر لما احطه يبقى وشه وظهره محمر، ما ينشفش او مش لا انا عايزاه يبقى مقرمش وشه وظهره. بصوا انا بقى بدهنه زيت وبروح حاطه ايه، على فكره انا عندي فرشه الدهان الزيت والسمنه، بس انا بستسهل بايدي، يعني خلي البساطه احمدي، احبكم ايه تعملوا كده، انا اي واحده ست في بيتها بتعمل اللي هي عايزاه، بس عادي هاتي فرشه السمنه. بسم الله. بصوا ما تكتريش بقى، ليه؟ لانك لو كترتي فيها الفراخ بتاعتها مش هتستوي، فلازم يبقى في نفس، يعني فيها نفس كده تعرف ايه تستوي، تبقى انت فارده كميه مش كتيره في الرغيف، اللقمه اللي هتاكليها، ف ايه تستوي بسرعه وتبقى حلوه، هتعجبك طبعا.
اهي اهي عشان ما تقولوش امل بتعمل بايديها اهو. بصوا تدهنيها كده بره وجوه، قصدي من تحت ومن فوق كده كده اهو، وتروحي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بروح لفه الرغيف كويس عشان لما تيجي تحطيه في الفرن. انا بحطه في الفرن واساسها سوا، ما بحبش اقف انا بقى جنب الحاجه واقعد اقلب واعمل، ملهاش اي لازمه يعني. اهو خلصنا اول رغيف، نجيب تاني رغيف. سوري، الواحد دماغه اتقلبت عليه. طبعا الرغيفه بقى الصغننه دي ما بتاخدش حاجه، ف ندهنها. ندهن الورق الاول اهو اهو اهو، تدهنه وتروحي حاطه الرغيف بتاعك وتجيبي حبه اهو وتوزعيه جوه الرغيف. طب بصي، هما مش حابه اكتر اللي انا حطاهم، بس بصي مالوا الرغيف جدا لانه طبعا حجمه صغنن قوي، حجمه صغير قوي. ف اهو والله انا بص زيكم هدوقوا النهارده على وصفه بنتي، هدوقوا زيكم النهارده، طعمه اخباره ايه والدنيا ايه. بس انا بقى ما حطيتش لسه جبنه موتزاريلا. بص اهي الجبنه. اهي احط حبه جوه الرغيف كده. بصوا دوسوا عليه كده. تقفيل تقفيل تقفيل، كل ما تقفلي عليه كويس كل ما ايه يستوي بسرعه. انا هجيب طبعا اللي انا عملته ده عشان احط فيه جبنه موتزاريلا، لان انا فعلا نسيت، الكلام خدني معاكم ونسيت. بس انا حاطه فيه كميه كبيره من الفراخ ما شاء الله اهي. طبعا بقى اللي عاوز ياكلوا بالجبنه الموتزاريلا براحته، مش عاوز هو براحته يعني. كل واحد حسب نفسه وحسب مزاجه وحسب امكانياته وحسب حاجات كتير قوي حساباتها مع ست البيت هي اللي هتقول. فانا بقى ايه، ادي واحد كبير واحد صغير اهو. انا هعمل الكميه دي، يطلعوا بقى زي ما يطلعوا، يطلعوا 10 يطلعوا 15 زي ما يطلعوا بقى. واشوفكم على خير، ويا رب يكون وصفتي النهارده عجبتكم. وما تنسوش اللايك واشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل الفيديوهات وكل الحاجات الجديده اللي بقدمها لكم، ويا رب تعجبكم. باي باي.